المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الأريترية نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، معكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. القشبركة يكمل استعداداته لمهرجان إرتي 2019، منح اهتمام أكبر للأمراض غير المعدية في الإقليم الجنوبي. قسم طب العيون في مستشفى فعبة يقدم خدمات جيدة. اختتام الجولة الثامنة من المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة. استراليا تنفق 340 مليون دولار لتعزيز قدرات قواتها الخاصة. ورجال الإطفاء يكافحون عشرات الحرائق باليونان. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة هذا المساء. أخذت الاستعدادات الجارية للمشاركة في المهرجان الوطني لعام 2019 في إقليم القشبركة برعاية لجنة احتفالات الإقليم ومشاركة 7 لجان شكلها النهائي. وفي اللقاء الذي أجراه رئيس لجنة الاحتفالات في الإقليم السيد إدريس صالح مع وكالة إيرينا، أشار إلى أن الاستعدادات جرت منقسمة في 4 منافسات و3 لجان مساعدة بالتركيز على شعار ثقافة الثبات على الصمود. وأوضح أن محتويات البرامج أعدت بفعالية وبما تجذب الزوار وتفيد الأجيال الجديدة وبما تعكس التنوع الثقافي والوئام والوحدة بتفتيش تلك المحتويات من جذورها. كما أفاد السيد إدريس بأن تمثيل قوميات النارا والكنامة والبداويات والتجري بالرقصات والفلكلور الشعبي والآلات الموسيقية التراثية ومنشآت المساكن والحياة المعيشية التقليدية والقيم والتراث الشفهي، بالإضافة إلى المحتويات الطبيعية والتنموية النابعة أو التابعة للإقليم، تعتبر جزء من محتويات الإقليم. في الختام أشار السيد إدريس إلى أن أعداد منشورات ومطبوعات تساعد في تعريف المحتويات الثقافية للإقليم للزوار. هذا وسوف ينظم المهرجان الوطني لعام 2019 في الفترة من 16 وحتى 22 من أغسطس الجاري في أرض المعارض الإكسبو تحت شعار ثقافة الثبات على الصمود. في إطار الجهود الجارية للسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية، ذكر الاجتماع الذي نظم بمدينة مندفرة في 19 و10 من أغسطس الجاري منح أنشطة السيطرة على الأمراض غير المعدية مثل أمراض السكري والضغط والربو اهتماما أكبر مثل الأمراض المعدية. وتحدث مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي الدكتور مانيال محرطة فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الصحية العامة عن الأعمال الفعالة التي أنجزت خلال الستة أشهر الماضية في معالجة ومكافحة الأمراض المعدية. وقال الدكتور مانيال إنه ورغم سريان العمل الأهلي والمؤسسات الحكومية الجاد والمنسق، إلا أنه بالمقارنة مع إنجازات السنوات الماضية ازدادت نسبة الإصابة بتلك الأمراض، وأن الأمطار الغزيرة التي هطلت في شهري فبراير ومارس الماضي أتاحت الفرص لتكاثر البعوض. وأوضحت تقارير المديريات المقدمة عن شفاء 92% من مرضى السل الذين أجروا متابعة صحية لازمة، فيما بلغت نسبة تغطية تطعيم الأطفال تحت سن الخامسة 84%. كما أشارت التقارير إلى فعالية برامج النظافة والسيمينارات المنتظمة عبر المجتمع المدني والقرى. واستعرضت التقارير أهم التحديات التي كانت تعرقل سير العمل، متمثلة في قلة وخراب البنى التحتية للمؤسسات الصحية ونقص وعطل سيارات الإسعاف. وفي الكلمة التي ألقاها حاكم الإقليم الجنوبي السيد إفريم جابري كريستوس، ذكر فيها كافة المهنيين الصحيين للمساهمة بفعالية وهمة لتحسين جوانب القصور، مشيرا إلى العمل المنسق لإنجاح البرامج الموضوعة للتنفيذ. من جهتها أشارت وزيرة الصحة آمنة نور حسين إلى سريان العمل الجاد لتأمين التوزيع المتساوي لكافة المؤسسات الصحية وإيجاد آليات حلول للنواقص والتحديات، مؤكدة على إجراء حلول عاجلة فيما يتعلق بالأدوية والكادر الصحي. هذا وتوجد في الإقليم الجنوبي 60 مؤسسة صحية تتوزع ما بين مراكز صحية ومستشفيات مرجعية.
عقد الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في 10 من أغسطس الجاري اجتماعا في العاصمة أسمرة لتقييم أنشطته نصف السنوية وبحث خطة العمل للنصف الثاني تحت شعار فليوعى ولينظم وليتصلح الشباب. وفي الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولو المكتب المركزي والأقاليم قيمت الدورات المنتظمة بكافة الأقاليم في تنشئة وتعزيز مجاميع الورود الحمر والأشبال والتثقيف الثلاثي والكوادر والأعمال الجارية في تسليح المراكز الشبابية وفرص القروض المصغرة المتاحة للحاصلين على الدورات المهنية من الشباب وكذلك الأنشطة المنجزة في تعزيز الشباب العمال. ونظر المجتمعون بعمق إلى برامج التوعية الجارية لمضاعفة دور وإسهامات الشباب في التنمية وأنشطة النفيرة والأعمال المسيرة في المجال الإعلامي والتوعوي وكذلك البرامج المحققة في تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية. كما تبين في المناسبة بأن البرامج المحققة بتنسيق الشركاء سجلت تقدما ملموسا. في الختام توصل المجتمعون إلى تفاهم من أجل استمرارية البرامج الجارية لتعزيز وعي ومساهمة الشباب بفعالية وتقوية فعاليات مهرجان الكليات وبحث آليات تساعد في تفعيل وارتقاء الشباب الحاصلين على المهن إلى مستوى العمل وغيرها من البرامج التي تعطى اهتمام أكبر. وألقى رئيس الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا السيد صالح أحمد دين كلمة الختام أوضح فيها بأن دور ومشاركات الشباب الفعالة في الاحتفالات الوطنية الكبيرة تؤكد كفاءاتهم لتوريث القيم السمحة وتبرز ثبات خطانا وتنامي تقدمنا في المرحلة القادمة. تحدث المدير الطبي لمستشفى أفعبت المرجعي الممرض أسرات آمينة بأن قسم طب العيون في المستشفى ظل يقدم خدمات جيدة وناجعة، وأضاف بأن قسم الأسنان سوف يبدأ خدماته قريبا. وذكر الممرض أسرات بأن العمليات الجراحية للحوامل كانت تجري في مستشفى كرن المرجعي، إلا أنها في الوقت الحالي ظلت تجري في مستشفى أفعبت المرجعي بتوفير كافة المتطلبات، مما ساهم ذلك في الحد من وفيات الأطفال والأمهات وغيرها من المتاعب الصحية. وأفاد بأن استئناف آلة الأشعة السينية عملها إضافة إلى تزايد الكادر الصحي المضطر سنويا بلغ مستشفى أفعبت إلى مستوى تقديم خدمات صحية متكاملة. وأضاف أنه يوجد في مستشفى أفعبت 5 أطباء و10 أخصائي الولادة، إضافة إلى عدد كافي من المهنيين في مجال الفحص الطبي والصيدلة. ويقدم مستشفى أفعبت الذي يحتوي على أكثر من 20 غرفة خدمات ناجعة للمراجعين والنزلاء، وكذلك العمليات الجراحية وطب العيون وتطعيم الأمهات والأطفال وخدمات المختبر والصيدلة والإسعافات الأولية. في غضون ذلك ووفق المعلومات الواردة علم بأنه تجري عملية رش أدوية فاعلة ضد البعوض في كل منزل للسيطرة على الملاريا، وتستغرق مدة صلاحية الدواء لفترة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر. ذكر خبير الخضر والفاكهة في مدينة الدقيق السيد منقس أب أرأيا بأن إنتاج البساتين النامية في 700 هكتار بالمديرية بلغت إلى مستوى التصدير ملبية متطلبات أسواق المديرية. وأشار السيد منقس أب إلى أن إنتاج مختلف أنواع الخضر النامية في المديرية ظلت تصدر إلى مديريتي صنعفية وسجنيتي، كما أن تنمية البصل بنوعيه الأبيض والأحمر الأولى من نوعها في المديرية أنتجت حصاد وفير، موضحا عن نماء فواكه كثيرة ومشجعة في غرب المديرية. من جهتهم قال المستفيدون من الخضر والفاكهة في المديرية إنهم يحصلون على الكمية المطلوبة بأسعار معقولة عن قرب، مناشدين لتواصل الدعم الحكومة للمنتجين والمنمين من أجل تحقيق نتائج جيدة. في الختام قدم خبير الخضر والفاكهة سيد منقس أب أرأيا في المديرية توضيحا مفصلا فيما يتعلق بعملية توزيع بذور البطاطا المحسنة التي جربت قبل 5 أعوام عبر مزارع نموذجي وحققت نتائج جيدة. وفي إطار البرنامج الصادر لتوزيع 965 كنتالا للمزارعين في مديريات صنعفية ودك أمحري ومندفرة ومنحيلي وعالدخالة، تم توزيع 97 كنتالا ل15 مزارعا في مديرية الدقيح، ولا زالت توجد في وضع جيد.
مشاهدينا الكرام، نشرتنا لا زالت مستمرة معكم من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم مع الأنباء العالمية. اختتم مفوضو الولايات المتحدة وطالبان الجولة الثامنة من محادثاتهما الهادفة إلى التوصل لاتفاق يؤدي إلى خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان، كما أعلن متحدث باسم الحركة. وقال ذبيح الله مجاهد إن الجولة الثامنة من المحادثات التي كانت تجري في الدوحة انتهت بعيد منتصف الليل، قائلا إنه اتفق الطرفان على التشاور كل مع قيادته حول الخطوات المقبلة، ولم يتسنى الحصول على تعليق من السفارة الأمريكية في كابل. وكانت الولايات المتحدة تتفاوض مع طالبان خلال السنة الماضية على اتفاق يؤدي إلى قيام البنتاغون بسحب عناصره البالغ عددهم 14,000 من أفغانستان. وتريد واشنطن إنهاء وجودها في أفغانستان الذي يعود إلى 18 عاما أنفقت خلالها أكثر من تريليون دولار. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يريد سحب القوات الأمريكية من هذا البلد، في المقابل تتعهد طالبان بتقديم ضمانات أمنية بينها عدم السماح للمتشددين الإسلاميين بأن يتخذوا من أفغانستان ملاذا آمنا لهم. تنفق أستراليا 500 مليون دولار استرالي لتحسين قدرات قواتها الخاصة في أول مرحلة من خطة تبلغ تكلفتها 3 مليارات دولار وتستمر 20 عاما. حسب ما قالت الحكومة إنها ستتيح تحسين الرد على التهديدات الأمنية في الداخل والخارج. ويأتي هذا الاتفاق بعد وقوع بعض من الحوادث الأمنية البارزة في سيدني وملبورن في السنوات الأخيرة، ومع سعي أستراليا للقيام بدور أبرز في المحيط الهادي الذي تسعى الصين لزيادة نفوذها فيه. وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحفيين في قاعدة هولورثي التابعة للجيش في سيدني أن من مصلحة أستراليا أن تكون منطقة المحيط الهندي والهادي مستقلة وذات سيادة، حيث يمكن لكل الدول هذا الجزء من العالم التحرك بحرية وفقا لسيادة القانون، ويمكن لكل من هذه الدول متابعة مصلحتها. وقالت أستراليا الشهر الماضي إنها ستنشئ وحدة عسكرية جديدة لتدريب ومساعدة حلفائها في المحيط الهادي. وقالت الحكومة إن إنفاق أستراليا على الدفاع سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2021. يسعى رجال الإطفاء في اليونان لإخماد 50 حريقا جراء ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة، أبرزها حريقان قرب أثينا. وقد تم تجنيد أكثر من 450 عنصر إطفاء و23 طائرة في مختلف أنحاء البلاد للتصدي لهذه الحرائق التي اندلع أحدها في جزيرة إلافونيسوس، إضافة إلى 2 في محيط بلدة ماراثوناث قرب أثينا. وتم إخلاء مخيم وفندق في الجزيرة المذكورة وأجلى مشاركون في أنشطة صيفية قرب ماراثوناس بحسب وكالة الأنباء اليونانية الرسمية. وسابقا أعلن رئيس الحماية المدنية نيكوس هاردالياس الذي ودع أجهزة الطوارئ في حال استنفار قصوى أنها المرة الأولى منذ عام 2012 التي تواجه فيها اليونان مزيجا خطيرا من الحرارة المرتفعة والرياح الشديدة والجفاف. تنافس عشاق كرة القدم واللاعبون في ملعب طيني في قرية ديمبروفسكا الصغيرة الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر قرب العاصمة البيلاروسية مينسك في إطار مهرجان البحر المحلي.
وعود الوحل والطين عشب الملعب الذي احتضن المنافسة، مما جعل حتى ضرب الكرة مهمة صعبة ل20 فريق للرجال و4 فرق للسيدات من جميع أنحاء البلاد. وبدا وكأن اللاعبين غير محترفين، لأنهم كانوا يستمتعون بالسقوط في الطين والوحل أكثر من مداعبة الكرة، لأن الهدف بالنسبة للعديد من المشاركين في المهرجان إفراز الأدرينالين والتمتع بأسلوب حياة أكثر صحية. بهذا مشاهدينا الأكارم انتهت النشرة، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.